السلام عليكم، ان شاء الله تكونوا على خير. وصفة اليوم طورتة جديدة بزاف سهلة في التحضير، ما كتاخذ معنا لا وقت لا مجهود، في اخر لحظة ممكن انك تحضريها، والاهم انها سهلة. كنتمنى وصفة اليوم تعجبكم، ونمشيو نتعرفوا على المكونات مع طريقة التحضير. فرجة ممتعة. لتحضير الكيك غادي نذكر معكم مقادير اللي هما مضبوطين بالغرام، وفي الفيديو غادي نطرقوا بالمقادير بالمعلقه. بالنسبه للناس اللي ما متوفرش عندهم الميزان، غادي نحتاجوا زوج بيضات، 100 غرام من السكر مع قبيصه ديال الملح، 8 غرام من كاكاو مور، 75 غرام من الدقيق، 8 غرام من خميره الحلويات، 4 غرام من فاني بودره، 75 مليلتر من الماء، و60 مليلتر من الزيت. هادو المقادير حاولت انني نعبرهم لكم بالغرام باش نعطيكم مقادير اللي هما مضبوطين. بالنسبة لطريقة التحضير اللي هي سهلة بطبيعة الحال، أي كيك كينجح لكم ممكن أنكم تحضروه. أنا هنا بما أني غادي نعطي الوصفة غادي نعطيها كاملة مكمولة. كيف ما لاحظتوا معايا غادي خديت دوك زوج بيضات، دائما البيض يكون بدرجة حرارة المطبخ باش كيعطيكم واحد النتيجة اللي هي زوينة. نضيف عليه ديك القريصة ديال الملح، وغادي نضيف عليه 6 المعالق كبار يكونوا عامرين مزيان من السكر. بالنسبة للمعلقة اللي استعملت أنا راه معلقة اللي هي الكبيرة، كاينين المعلقات اللي كيكونوا متوسطين تقدروا تستعملوا معلقة وتزيدي هذاك الربع، يعني ضروري أن المعلقة تكون عامرة مزيان. من بعد غادي نخلط على أعلى سرعة حتى كيتغير ليا اللون ديال الخليط والقوام ديالو كيتقال، وبطبيعة الحال اللون ديالو كيبيض بهذا الشكل. ضروري من هذه العملية باش كتعطينا واحد النتيجة زوينة. غادي نضيف عليه 6 المعالق كبار يكونوا عامرين مزيان من الزيت. كنأكد أن المعالق يكونوا دوك المعالق اللي هما كبار. غادي نخلّط غير شوية، غادي ننقص من الباتور وغادي نخلّط على السرعة اللي هي منخفضة، غير كنحسّوا بأننا تخلّط لينا الزيت ونتوقفوا، ما نبالغوش في الخفق. ونفس الشيء غادي نضيف 6 المعالق كبار يكونوا عامرين من الماء، وبالنسبة للماء اللي كيكون عادي من الصربور يعني ماشي دافي، ونخلطوه غير بشوية وما نبالغوش في الخفق. صدقوني هاد الكيك كيجي خفيف بزاف وكأنه جنواز، يعني كيجي روعة. إن شاء الله غادي تجربوه وغادي تعرفوني علاش كنقول لكم. بالنسبة لكمية الدقيق أنا هنا استعملت 5 د المعالق كبار عامرين من الدقيق، يعني وزن 75 غرام، لأننا غادي نستعملو الكاكاو. علاش أنا استعملت 5 المعالق كبار، هنا خديت داك الكيس ديال خميرة الحلويات وغادي نضيف عليه كيس من الكاكاو مور. بطبيعة الحال إلا احتاجيت راني غادي نضيف. ومنين نبغيو نحركو ما نحركوش هكا عشوائي، نحاولوا نهزوا الخليط من الأسفل للأعلى. أنا هنا غير حيت سرعت في الفيديو، غير علاش كيبان لكم هكا. كيف ما كتلاحظوا راه القوام ديالو شويه خفيف. غادي نضيف كيس واحد آخر من الكاكاو مور، يعني تقريبا هذا الخليط غادي يهز لكم 2 معالق كبار من الكاكاو مور. وبالنسبة للكيك راه ما كيكونش داك الكيك اللي هو دقيق، خاص يكون الكيك اللي كيكون خفيف باش تيجينا حتى حنايا هش ورطيط بزاف. شوفوا القوام ديالو كيف داير، راه خفيف، يعني ديك كمية الدقيق اللي دخلنا راه دخلنا كمية قليلة. غادي ناخد واحد الطاوة اللي غادي ضروري اننا ندهنو ليها، ولو اننا كنديرو ورق الفرن ضروري اننا ندهنوه بالقليل من الزبدة هكا باش كنضمنو ان الكيك ولا الجنواز ديالنا ما يلصقش، حيت هو راه كيكون طري بزاف. اما الا درتو واخا ورق الفرن تتكون نوعية جيدة راه غادي يلصق لكم، لهذا من الافضل انكم تفاداو ودهنوه بشوية تاع الزيت ولا الزبدة بطبيعة الحال. بالنسبة للفرن أنا هنا سخنته من قبل على 180 درجة، درته من الأسفل للأعلى، راه ما كتاخدش وقت نهائيًا بزاف. ومن الأفضل أن الكيك ديالكم ما تخلوش مدة طويلة، كتحسوا بأنه نشف خرجوه، هكا باش ما كيقصحش لكم وكيبقى محتفظ على داك الطراوة ديالو. هنا بطبيعة الحال فاش غادي نخرجوه من الفرن راه ما نقيسوش ملي كيكون سخون لأنه كيتكسر دغيا. أنا هنا خليته شوية حتى دفا ليا. كنبغي نوريكم بان راه الجنواز ما كتلصقش، حيت بصراحه هاد الجنواز فاش ما كندهنهاش بالزبده راه كتلصق، يعني كتلصق واخا نوعيه ديال الورق الفرن مزيانه، ولكن راه كتنسق كتلصق. كيف ما لاحظتوا راه كتجي خفيفه الجنواز. ان شاء الله غادي تجربوها وغادي تعتمدوها. كيف ما لاحظتوا غير زوج بيضات استعملنا والخفه راه كتكون واضحه في الفيديو. غادي نخليو الكيك ديالنا حتى كيبرد مزيان وغادي نقطعوه بالشكل اللي حنا باغيين.
وبطبيعة الحال ممكن تستعملوا القالب اللي نتوما متوفر عندكم، إلا كان عندكم داك اللي كيتفتح من الأفضل. أنا بما أنا ما عنديش فيه القاعدة، علاش استعملت جنواز اللي هي طويلة. بالنسبة للكريمة غادي نحتاجو نسيترو ديال الحليب مع نسيترو ديال كريمة الخفق، 2 معالق كبار عامرين من السكر، و2 أكياس من بودرة الكواخاضة. كذلك غادي نحتاج واحد 100 غرام من اللوز اللي حمرته من قبل، وغادي نطحنوه حتى نهرمشو، ما غاديش نطحنوه حتى كيولي بودر. بهذا الشكل كيجي لينا الكريمة ديالنا ممسمة مزيان باللوز. وبطبيعة الحال إلا ما كانش متوفر عندكم اللوز، ممكن أنكم تنسموا بأي حاجة عندكم، ولو أنها غير قهوة سريعة الذوبان راه كتعطي واحد المذاق اللي هو زوين. بالنسبة لطريقة التحضير غادي نديرو المكونات كاملين في الكاسرون، يعني الحليب وكريمة الخفق والسكر. بالنسبة لي أنا هنا استعملت كريمة الخفق اللي فيها شوية د السكر، إلا كانت عندكم الكريمة اللي ما فيهاش السكر غادي تحتاجوا حتى ل3 المعالق كبار يكونوا عامرين من السكر. بالنسبة للكواخاضة إلا ما كانش متوفرة عندكم، ممكن أنكم تعوضوها بواحد الفلون ديال الفاني ولا فلون، أي فلون كيعجبكم، وتزيدوا عليه 3 المعالق كبار يكونوا عامرين من النشا. هنا كيف ما كتلاحظوا درتو على نار متوسطة مع التحريك المستمر، لأن اللوز ديالنا إلا ما حركناش غادي يلصق لينا في الكاسرول ومشات الوصفة. لهذا راقبوا الخليط حتى كنتحصلوا على الخليط كيغلى لنا بهذا الشكل. مباشرة غادي نديرو في القالب ديالكم. كيف ما لاحظتوا أنا هنا عندي ما عنديش القاعدة ديالو، حاولت أنني نغلفو مزيان ببلاستيك الغذائي، وغادي نحاول نحط غير بكمية حتى كنتأكد بأن راه ما غاديش يخرج ليا من الجناب. أنا هنا راني تبتو مزيان، ولكن تفاديا. بطبيعة الحال إلا كنتو حضرتو نتوما كي قلت لكم شي قالب اللي هو كيتفتح، غادي تحطوه مباشرة فوق الجنواز. أنا هنا خليته غير دفا ليا فوق سطح العمل، يعني ما دخلتوش للثلاجة. باقا الكريمة طرية، يعني خليتها غير شوية، غير قبطت في راسها شوية كيف ما كتلاحظوا. راه مازال ما تبتاتش، يعني مازال ما قساحتش مزيان، غير تبتات شوية وانا نحط فوق منها الجنواز. اما الا جيت نحطها فوق الكريمه راه صافي الجنواز غرقت. غادي نغطيها بالبلاستيك غذائي وغادي ندخلوها للثلاجه على الاقل 3 سوايع. الا ما كنتوش مزروبين بها خلوها حتى الليله كامله كيف درت انايا، وغادي تخرجوها. راه كتجي بصراحه كتجي الكريمه دغيا كتعقد اصلا. فاش نتوما كتبغيو فاش تزولوها من الكاسرول راه دغيا كتعقد، يعني حاولوا انكم تجربوا عليها تنزلوها باش هكا كيجي لكم الملمس ديالها مقاد. غادي نحيد ليها البلاستيك الغذائي ونحيد ليها القالب، راه كيتحل بسرعه. انا بصراحه راني دهنته من قبل بشويه ديال الزيت. وبطبيعة الحال زينوها بأي طريقة نتوما بغيتو. أنا المهم غير اللي لقيت حدايا بصراحة ملي كنبغي نزين شي حاجة ما كنبروغراميش أشنو غادي ندير، كنشوف اللي عندي راني كنحطو فوق ديك الكاك، يعني ما عنديش مشكل. المهم راه الحاجة المهمة هو أنها كتكون لذيذة. بالنسبة لدوك الجنيبات أنا هنا غادي نزينهم بشوية ديال الكراميل. الكراميل اللي كنديرو فوق لي كلاص، هنا خديته شوية وخففته غير بشوية ديال الناباج، هو اللي غادي نزين بيه دوك الجوانب. وبطبيعة الحال راه دائما تنقول لكم التزيين كيبقى حسب الرغبة، ممكن أنكم يعني تغطيوها كامل بالشكلاط ولا ديروا غير كاكاو مر. المهم اللي متوفر عندكم في الدار زينوها، زينوا به. وكيكون هذا هو الشكل النهائي ديال وصفة اليوم. كنتمنى ان شاء الله انكم تجربوها وتنال الاستحسان ديالكم، لانها فعلا كتستحق تجربة. ما كتاخذش معنا لا وقت في التحضير، يعني اي معيكيزه ما قادش تقاد شي طوطه هذه غادي تنفعك بلا طرب من هنا ودير من هنا. في اخر لحظه حضريها، راه غير في ساعات المكانه توجديها تحطيها في الكونجيلاتور دغيا كتجمد. وكيف ما عودتكم دائما انني خاصني نقطعها معكم باش تشوفوا القوام ديالها والشكل ديالها من الداخل. الكريمة راه كتذوب في الفم مع ديك الجنواز كتجي خفيفة، وداك المزيج ما بين اللوز والكراميل راه شي حاجة اللي هي الطوب. كنتمنى ان شاء الله تجربوها. وإلا بقيتوا معايا حتى لهاد الوقيته في الفيديو ما تنساوش
تشتركوا اللي أول مرة كيزور القناة بطبيعة الحال، تشتركوا وتفعلوا زر الجرس باش توصلوا بكل جديد. وكنشكر بزاف المتتبعات اللي دائما أوفياء للقناة. شكرا بزاف على المتابعة، ودمتم في أمان الله، وإلى اللقاء في فيديو آخر إن شاء الله. مع السلامة.